السلام عليكم احلى متتبعات ديالي والمشاهدين، يعني عائلتي الثانيه كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى من الله يا ربي لكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير يا ربي، وما خاصكم حتى خير. ديما الطاقه مع اختكم رشيده. يعني ما كاينه شي حاجه اللي عندنا فيها العجز ولا، ديما الحمد لله والشكر لله وكنتوكلوا على الله وتيجيب الله التيسير. البنات كي موالفين كما كتشوفوا غادي نهبط مع الفجر، الظلام باقيه البنات في الشارع. تشاركت معكم من الصباح مني فقت تبارك الله، واحد الجو رائع، كان البرد الصباح. وهنايا بالنسبه للوصفه ديال اليوم غنشارك معكم الكاليط من المحل ديالي بطريقه بجميع المكونات ديالو. عندي البيض سنيده الزنجله من بعد ما قليتهم بطبيعه الحال. بالنسبه للدقيق عندي كيلو البنات. الحليب غادي ندير زلافه كبيره. بالنسبه للزيت هو يعني زلافه كبيره. بالنسبه لهاد الزليف هادو راه يعني جوج زليف تيعطيوني زلافه كبيره. وعندي حامضه محكوكه القشور ديالها وربعه الخمارات حمرين وجوج ديال الفاني. وعلى بركه الله غنبداو بقبيصه ديال الملح اول حاجه، وغادي نديروا 3 البيضات ديالنا كما كتشوفوا. هنايا الاخت اللي معايا في المحل هي اللي خدمت هذا الكاليط باش ما يعني كنوجه ليها التحيه. نظرا اللي كانوا عندي ضغوطات انا في المحل ما قديش ندير شي وصفه اليوم، وهي اقترحت عليا الكاليط. وهنايا كما كتشوفوا يعني زلافه كبيره ديال سنيده وزلافه ديال الزيت. وبالنسبه للجنجلان غادي ندير 4 المعالق تقريبا. هنا 2 معالق ديال العسل راه ضروري في هذا الكاليط البنات، ما تنساوش تيجي تبارك الله ما شاء الله ما نقولش لكم. هنايا من طبيعه الحال ملي غادي نزيد هذاك الحامضه محكوكه، يعني قشور ديال الحامضه محكوكه. هذا الحامض حتى هو تيعطيه واحد المذاق. ونتمنوا تجربوا هذه الوصفات ديالي، وتنتسنى الكومونتيرات ديالكم الزوينه باش تقولوا لي كيفاش هادشي كيف جاكم. وهنا 4 المعالق ديال الزنجله من طبيعه الحال بعد ما قليته ونقيته. وبالنسبه للفاني عندي 2 فانيات هنا باش غادي تخدم الاخت، و4 الخمارات حمرين. بالنسبه للعجينه البنات غادي نجمعوا المقادير كاملين، غادي نعجنوا بهذا الحليب. بغيتو دفيه ما بغيتوش. انا بالنسبه للاخت راه خدمت به بارد اليوم، راه ماشي ما دافيش. ايوا نبقاو نجمعوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا. غادي نجمعوا العجينه كامله. وبالنسبه للخمارات غادي نخليهم هما الاخرين، وما غادي نزيدوا لا ما لا والو. غادي نبداو نعجنوا بهذاك الحليب اللي عندنا، يعني ديك الزلافه الكبيره ديال الحليب هي اللي غادي تجمع لينا العجينه. وصافي غادي نزيدوا الخمارات. بالنسبه للخمارات المرحله ديالهم تتكون هي الاخرى. ونجمعوا العجينه ديالنا وندلكوها مزيان. بالنسبه للعجينه ما تكونش يعني قاصحه وما تكونش خفيفه كما غتشارك معكم الاخت في الاخر. بالنسبه لهاد الكاليط البنات والله الا كيجي رائع، يعني في الصباح الفطورات بالنسبه للوليدات الصغار اللي غاديين للمدرسه. علاش لا، تيكون زوين. انا كناخذ تنديروا لبناتي كيديو للمدرسه والله شي ملي كيبرد كاع تيكون حسن، تيجي واعر في المذاق. داك النكهه ديال الحامض والعسل تخلطوا فيه دوك المكونات كيجي واعر البنات والله العظيم. هنا من بعد ما سالينا العجينه ديالنا غنخليوها يعني تطلق شويه. غادي نغديو واحد البلاستيك نص ساعه هكاك ولا ثلث ساعه كاع، وغادي نجيبوا العجينه ديالنا غادي ندلكوها شويه وغادي نبداو التقطاع. بالنسبه للتقطاع ديالو كما كتشوفوا كنقطعوا يعني 4 الكويرات. وغادي كما قالت دارت الاخت غادي تبدا تكور فيه وتخليه يرتاح. يعني هذا الاساسي في هذا الكاليط نخليوه يرتاح، ما نزربوش عليه غنجيو نبداو نقطعوا نصايبوا لا، خليو الكاليط ديالكم يرتاح. انا راه كنشرح لكم البنات بهذه الطريقه باش تفهموا اكثر. كاينين الاخوات اللي تيقولوا لي تقلي الفيديو باش والله لا شوف راه كنحاول ما امكن باش نرضي كلشي، ولكن قدروني كما قلت لكم اختكم مبتدئه. الا غلطنا ولا شي حاجه سمحوا لي. وهنايا من طبيعه الحال غادي تسالي الاخت الكبيره دوك التكبار ديالها كامل ديال الكاليط، وغادي تغطيه بواحد البلاستيك وتخليه يرتاح. ضروري هذه المرحله هذه في هذا الكاليط. ومن بعد غادي تاخذ واحد البلاستيكه تفرشها هي الاولى، وغادي دير ديك الخبيزه ديال الكاليط ودير ثاني بلاستيك اخرى، وغادي تبدا تخدم بالدلاك. بالنسبه لهاد الطريقه البنات هي اللي خصكم ديروا، ما تفوتوش عليها. ديما كنقول لكم الطريقه باش كنخدم ولا المكونات يعني ديروهم، وغادي تكون ديما النتيجه في الاخر ديما كتكون نتيجه ايجابيه. راه داكشي باش كنخدم في المحل البنات، راه ما كنزيد ما كنقص عليكم. الطريقه باش كنخدم في المحل ديالي اللي كنهبط هادشي اللي كاين، راه ما كنكذب ما والو والله البنات الا صريحه.
وتنهضر بعفويه والحمد لله ما كنتصنعش. يعني الحمد لله لقيت ما عندناش شكروني على الطريقه ديال باش كنهضر يعني تلقائيه، ما كنزيد ما كنقص كما كيقولوا. وهنايا بالنسبه للتقطاع كما كتشوفوا كاين هاد المول اللي بغى يخدم بهذا يخدم، اللي بغى يقل. بالنسبه للمحل كنخدموا بهذا المول، هذا هو القياس باش غادي نخدموا. بالنسبه للسوميله البنات يعني السمك ما تكونش رقيقه، يعني حاولوا ما امكن يكون شويه غليظ، السمك ديالو يكون غليظ، لان الا كان رقيق كندخلوا الفران غادي يقساح، ما غاديش يبقى الكاليط ديالنا هشيش. بالنسبه غادي تسولوني على الاثمنه باش كنبيع في المحل، كنبيع بدرهم ونص البنات، يعني الله يجعل البركه، درهم ونص كافيه فيها الخير والبركه. هنايا تندير البيضه وواحد الساشيه ديال نسكافي تنخلطها مزيان، وغادي نبداو ندهنوا اللاطه ديالنا كامله. الفران بطبيعه الحال راه سخون، وغادي نديروا اللاطه ديالنا الطيب. وبالنسبه لهذا الكاليط ما نقول لكمش البنات، عرفتي ملي كيطيب وكيخرج كيفاش كيجي، وديك الريحه ديال داك الحامض كيفاش كتطلع، ما نقول لكمش. جربوا وغردوا عليا الخبار. ايوا هادشي اللي كاين اليوم، الكاليط من المحل ديالي بجميع المواصفات، يعني بالمكونات. ايوا الضغوطات ديال المحل ما نقولش لكم، اليوم كاين الضغط بزاف البنات، ولكن ديما الحمد لله والشكر لله. ايوا بالنسبه للاخوات اللي كيتسالوا تيسولوني كيقولوا لي كيفاش قصتك مع يعني بهذا الدومين هذا، شوفوا البنات غنشارك معكم اليوم واحد الحاجه غنقولها لكم، ربما مازال ما عرفتوهاش عليا. حتى واحد الانسانه شوفوا قريت ماشي ما قريت البنات، يعني كان النيفو ديالي بكالوريا وكانوا عندي احلام، انا بغيت نوصل في الحياه وبغيت ندير، ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. هنايا من بعد ما ساليت الدهين ديال الكاليط ديالي، غنجيب واحد الفورشيت كما كتشوفوا الطريقه اللي كندير، كتجي فنه البنات في واحد الديكور تيجي واعر البنات. ايوا صافي غادي نسالي الطريقه الزواق ديالي كما كنقولوا، غنخشي في الفران، من بعد غادي نخرجها وغادي نشارك معكم الطريقه النهائيه، يعني الشكل النهائي. وهنايا وريتكم الكاليط ديالي تبارك الله ما شاء الله كيف ما كي جا. بالنسبه للبنات هذا الكاليط والله الا كهشيشه البنات، جربوه وردوا عليا. ايوا صافي هادشي اللي كاين بالنسبه كما قلت لكم. كانوا افكار عندي وكنت واحد الحياه يعني كيف اي الناس كاملين كما كيقولوا، ولكن الحمد لله والشكر لله تلاقينا مع ولاد الناس، الحمد لله ديما والشكر لله. هنايا البنات غادي نشارك معكم البطبوط الصغير. كان واحد لاكوموند ديال واحد السيده، واحد 50 بطبوطه صغيره بغاتها، وغادي نشاركها معكم في الفيديو. بالنسبه لهاد البطبوط الصغيره البنات راه متداول كما ديجا هبط لكم، يعني في رمضان تبارك الله تيخرج واحد العدد كثير. الاخوات اللي بغاو يعرفوا الطريقه ديالو ولا كيفاش راه عندي الفيديو هبطوا، رجعوا للفيديو غادي تلقاو كلشي بالتفاصيل. وهنايا رجعنا ثاني للبسيطلات ديالنا، خدمنا اليوم البسطيله بالدجاج انا والاخوات اللي معايا، الحمد لله ديما والشكر لله. ايوا صافي نهار كان زوين البنات والله العظيم، دوزنا واحد النهار رائع، واخا كانوا المحين شويه ديال تنضحكوا مره ضاحكين مره وغاديين. ايوا هنا كما تشوفوا ثاني رجعنا للبطبوط ديالنا العامر، تنخدم ثاني البطيبيطات عامرين خدمتهم حتى همايا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هادشي العامره البنات بالنسبه لرمضان تيكون مطلوب بزاف، حسن من المعسلات والله العظيم. بالنسبه للمعسلات كتكون فيهم شويه ديال التماره، واني هادشي المحشي والله الا ساهل. بالنسبه للبريوات والبطيبطات عامرين، بالنسبه للبطبوط الصغير والله دوك المسيمنات عامرين ديال الفران احسن من المعسلات بالنسبه لي انا بعدا. ايوا هنايا غادي نشارك معكم البطبوط الصغير فاش بديت نقرص فيه، ديما الحيويه والطاقه بالنسبه للرشيده. بالنسبه للبنات انا مني كنت صغيره كان عزيز عليا الديميردي كما تيقولوا، والله العظيم كانت عزيز عليا التعب، انني نتعب والحمد لله شي نفعني في حياتي. والله البنات ما ندمتش على داكشي اللي استفدت في صغري، يعني هادشي عطاني درس في حياتي، يعني درس ما قريتوش ولكن الحياه قراتني انني الحمد لله في يوم من الايام فاش خرجت نخدم على بنياتي ما لقيتش مشكل، يعني ما لقيتش راسي انني فاشله ولا ما عنديش الكتاف، يعني كتافي باردين، لا الحمد لله. لان اللحظه فاش خرجت نخدم كانوا ظروف قاسيه مريت منهم، والحمد لله والشكر لله خرجت، والحمد لله خرجت نخدم يعني، وما لقيتش صعوبات في الحياه انني واجهت يعني كل شيء. كانوا امور في حياتي ولكن يعني صعيبه، ولكن الحمد لله والشكر لله مريت منها كما كيقولوا، يعني تجربه ودست على الراس، يعني خديت الدرس وين ينفعني.
ايوا الحمد لله. كما كتشوفوا الاخت رشيده راه كتسربي الكليان ديالها، والفيترينا تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا كتشهي. البنات نوصيكم ديما خدموا على الواجهه، النقها يا البنات، نقاو الجوده وغادي يجيب ربي التيسير. وديما النيه الزينه ويعني هي اللي كتعطي، يعني ربي تيسخر ديما النوايا اللي نيتو زينه ربي تيسهل عليه. وانا كنشارك معكم المحل فين جا حدا حمام جلسة الزمور. كما كتشوفوا راه بينت لكم الحمام، وهنا راس الخيمه من الفوق، اللي جا من راس الخيمه من الفوق راه غيلقاني على يديه اليمين.